السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة يوميات عماد وداليا والمجالس. هو سؤال صغير برد يعني عايز أصحاب القرار يردوا عليه. يعني النهاردة بالنسبة للشروط اللي هم كانوا حاطينها، لازم حساب العربية أو سعر العربية يتحط في البنك ويكون عدى سنة. يعني معنى كده مثلا لو الشخص عايز يجيب مثلا عربية ب800,000 جنيه، لازم يكون حاطط 800,000 جنيه في البنك بقالهم سنة. طيب انتوا ما جاش في دماغكم اصلا سؤال صغير؟ العربيات اولا قبل ما انتوا تتدخلوا فيها كانت ب200 وب300 وكان في 150 على فكرة. تمام. الناس اللي بيجيبوا عربيات دول اولا بيجيبها بعد ما يكون بقى العربية القديمة اصلا. بس يعني عايز اقول لك ايه، احنا الحكومة عندنا عشان عندها فلوس فمعتقد ان كل الناس معاها فلوس. لا، كلامكم غلط والله العظيم. اولا الشخص عشان يجيب العربية الجديدة لازم بيكون بقى العربية. انا شخصيا بعمل كده، كل المعاقين بيعملوا كده. المعاق بيجي يقوم مظبط العربية بتاعته وعارضها البيع واخد عربون، اوكي، يروح يدفع العربون ده العربية الجديدة. قبل ما يروح يستلم العربية الجديدة بقى بيكون واخد بقية فلوسه من اللي هو باع له العربية القديمة، واخد بقية الفلوس ونازل رايح مطلع العربية الجديدة. يبقى منين بقى جبتوا انتوا ان المعاق هيبقى مثلا معاه عربيته ومعاه قد حقها تاني؟ يعني انا شايف كده اصلا الحكومة تقريبا مش شايفة حاجة اصلا. الحاجة التانية، في بند في القانون بتقول البينة على من ادعى. تمام. انتوا النهارده برضو كحكومة لما وقفتوا المنظومة، انتوا اصلا وقفتوها بدون اي قرار ولا وزاري ولا مجلس شعب ولا مجلس شورى ولا حتى مجلسي. تمام. يبقى دلوقتي انت كده حضرتك دلوقتي انت لو وقفت المنظومه ديت، انت جواك قلق وشك في حاجه معينه، انت لو وقفت المنظومه دي. طيب النهارده الناس دي مثلا عشان تطلع العربيات بتاعتها، عشان تروح تطلعها لازم هتدفع ارضيات طول فتره الركن اللي فاتت دي. طيب ده هيجيب منين حضرتك؟ هيجيب منين؟ انت عليك انت لو وقفت المنظومه فانت اللي تسلكها، لكن تيجي تقول انا ماليش علاقه، دي شركات شحن. طب احنا برضه ذنبنا ايه؟ هو انا عايز افهم بجد، احنا دلوقتي بنتحكم كشعب ولا محكوم علينا؟ الناس مش مستحمله والله العظيم بجد. الحاجه التانيه، بلاش تستهيفوا المعاقين وتقولوا دول فئه ملهاش لازمه او فئه مكسحه. الكلام ده كله غلط. انت النهارده عندك 15 مليون معاق مش عايش لوحده، مع اسره مع عيله. يعني تقريبا كده لو جبت المعاقين دول بولادهم بجواز ولادهم بحبيبهم بجيرانهم هتلاقيه معدي نص الشعب المصري. فمش كده يعني. انا بجد الواحد بصراحه يعني لسانه بقى يعجز عن الكلام، والواحد مش عايز يتكلم عشان الكلام هيتاخد عليه، لكن هو اصلا كلام صح. فالمعاقين يعني لا مؤاخذه مش رميه والله العظيم، مش رميه لا. الحاجه التانيه، انا وضحت لكم كحكومه برضه بص لمصلحتكم، انت برضه بيجيلك مصلحه من ورا المعاق. انت النهارده عندك 15 مليون معاق، اضربهم كده ب 650 جنيه، ها احسبهم انت بقى، صح؟ يعني هتعدي زي الفل. فانت حضرتك ما تبصش بس النهارده كحكومه تحت رجليك انك عايز تاخد فلوس دلوقتي وبعد كده ربنا يسهلها. لا، الكلام ده